السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. فيديو النهاردة جميل جدا، سهل جدا، والطعم بقى ما أقولكمش في منتهى الجمال. هنعمل مع بعض النهاردة المنين أو القراقيش بحشوة العجوة والملبن. طعمهم بجد حلو جدا جدا، وما شاء الله كمية الحشو حلوة، والمنين معانا دايب ولذيذ جدا. يلا مع بعض نشوف ازاي عملناه بكل سهولة. اول حاجه معايا كيلو من الزبده، هبدا ان انا اسيحها لحد ما تتقدح معانا. معايا نص كيلو من العجوه، هحط عليها معلقتين كبار من السمنه. ومعايا نص كيلو من الملبن، هحط برضو معلقتين كبار من السمنه لحد ما يسيحوا مع بعض. هبدا ان انا هقلب فيهم بالشكل ده لحد ما يتحولوا معانا لقوام سهل ان احنا نقدر نشكله. والسمنه لازم تتقدح معانا كويس لحد ما تلاقي لونها فتح، لحد بقى ما نلاقي السمنه كمان عملت مرسى كده في القاع، يبقى هي كده تمام صحي كويس جدا. اخلص بقى على العجوه والملبن واقلبهم كده على طول باستمرار لحد ما نقدر ان احنا نشكلهم. معايا بقى 2 كيلو من الدقيق، هحط عليهم معلقه واحده بس كبيره من الخميره الفوريه، لاني هضيف خميره بيره. لو طبعا مش هتحطي خميره بيره هتخليهم معلقتين او 3 معالق كبار. وهحط معلقه كبيره من السكر، رشه من الملح. ومعروف كده ان ال2 كيلو دقيق بياخدوا كيلو من السمنه. هحط عليهم شويه من السمسم، لو مش عايزه تحطي سمسم مفيش مشكله. هحط نص كيس بيكنج باودر، يعني حوالي معلقة صغيرة مليانة. اقلبهم مع بعض كويس جدا. لو مش عايزة المنين والقراقيش يكونوا دايبين هتحطي 2 كيلو ونص من الدقيق، لو عايزاهم دايبين هتحطي 2 كيلو بس من الدقيق. هنا السمنة بقى كانت دافية معايا، سبتها لحد ما دفيت. هنزل بيها بقى وان انا هقلب. ال2 كيلو اخدوا الكيلو كله، يعني الشوية اللي هم في الحالة دول حطيتهم هم كمان. كده بس هقلب كده تقريبا بالمعلقة. وبعد كده بقى هبدأ امسك الدقيق ده ابسه كويس جدا مع السمنة، لازم تبسيه كويس جدا. وهوريكم ازاي دلوقتي. ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان دي الطريقه الفلاحي بقى، ما اقول لكمش في منتهى الجمال بجد. ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا هبس المنين معانا بالشكل ده، اكنك بتعملي مبروم بالظبط او كسكسي. هتفضلي تبسي فيه كويس جدا لحد ما الدقيق كله يختفي. عايزه اقول لكم ان الريحه بقى في الوقت ده بتبقى رهيبه بجد. ريحه السمنه مع السمسم مع الدقيق مع كل الحاجات الجميله اللي احنا حطيناها بيبقى ريحتها حلوه قوي. تعرفي ازاي بقى ان هي كده مش محتاجه سمنه تاني؟ اول ما تاخدي قطعه من العجين تضغطي عليها بالشكل ده هتلاقيها ناعمه معاكي وتشكلك كويس وما فرولتش، يبقى هي كده تمام جدا. معايا بقى قطعه كده من الخميره البيره، عليها معلقتين كبار من السكر. وكميه السكر حسب رغبتك، لو انت حابه مسكر قوي هتزودي السكر، بس هو كده مظبوط جدا لان طبعا احنا هنحشيه. هبدا بقى ان انا هنزل بلبن دافي، وهكمل عجن بميه، لان طبعا احنا بنسيبه بره التلاجة فما ينفعش نعجنه كله بلبن. انا حطيت على ال2 كيلو كوبايه واحده بس من اللبن، وكملت الباقي بميه عشان يقعد معانا اطول فتره ممكنه. هو اصلا مش هيقعد، ما شاء الله من جماله بيتاكل على طول جدا. هبدا بقى ان انا هعجن فيها كويس جدا والم العجينه وازود سوائل لحد ما العجينه تتشكل معانا وتبقى عجينه طريه كده وجميله جدا ان شاء الله. هوريها لكم. قولوا كده ما شاء الله اللهم بارك. وقوموا اعملوهم بقى بجد شويه منين في منتهى الجمال. شايفين العجينه؟ ده القوام المطلوب وده القوام الكويس المظبوط. يلا نشوف بقى بعد كده عملنا ايه. شكلت العجوه والملبن بالشكل ده. ناخد قطع العجين بقى نبدأ نشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نشكل كل العجين معانا ونسيبه بقى عشان يستريح. وعلى ما نخلص كل العجين هنبدأ بأول واحدة شكلناها، هنفردها بالشكل ده. تلاقيها ما شاء الله بتتفرد معاكي بكل سهولة لأن العجينة مرتاحة معانا. مش هتفرديها قوي، بس هتفردي حاجة بسيطة وتبدأي بقى انك تحطي العجوة او الملبن وتفرديها
تفرديها بالشكل ده. الكمية طبعا حسب رغبتك، بس استحالة انك تشتريه من بره بكل كمية العجوة دي. نبدأ بقى ان احنا نبرمه بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نفرده. هتلاقي العجين بالعجوة بيتفردوا مع بعض بالشكل ده اهو ما شاء الله. ونبدأ بقى نضغط عليها عشان نفردها ونسويها كويس. اللهم بارك، تحفة وسهل جدا جدا والله بجد، سهل قوي وطعمه حقيقي في منتهى الجمال. نبدأ بقى نقطعه. دي القطاعة اللي احنا بنقطع بيها، وممكن تقطعي بالسكينة عادي جدا مفيش اي مشكلة. تقطعي بقى الحجم اللي انت حباه. بيتقطع معانا ازاي ما شاء الله بكل سهولة. كده خلاص خلصت. الاطراف لو ملقيتيش فيها حشوة عجوة فانت بترجعيها تاني للعجين وتستخدميها مرة تانية. ممكن تسوي بقى اطراف العجين بالشكل ده، بس انا مش بحب ان انا اسويها، بحب ان انا احطها على طول. هترصيها على طول بقى في الصاج او في الصينية بتاعتك عشان يبدأ ان هو يخمر معانا. نعمل دي بقى بالملبن نفس الكلام. هتفردي العجينة مش قوي، حاجة بسيطة. انك تشكلي العجوة والملبن كده في البداية بيسهل عليكي جدا. بتاخدي على طول كده تضيفيها على العجينة على طول، مش بتاخدي اي وقت خالص. نبرمها، والمكان اللي احنا قفلنا فيه هو اللي بيكون من تحت. نبدأ بقى ان احنا نفرده. ما شاء الله بيتفرد معانا ازاي بكل سهولة، اللهم بارك. تقدري برضو تتحكمي في الحجم وفي السمك. لو مش حابة يكون سميك معاكي فانت بتفردي اكتر. وبعد كده بقى نفرد. ونساوي عشان كله يبقى حجم واحد، ونبدأ بقى نقول بسم الله ونقطعه على طول. ما خدش مني وقت خالص بصراحة، والكمية جميلة جدا، والطعم بقى في منتهى الجمال. يعني مش عايزة اقول لكم على الحلاوة بجد. وطبعا كمية الحشو حلوة جدا. دي بقى اخر قطعة معانا، هعملها كعب غزال. هبدأ برضو نفس الكلام، هفردها واحط فيها العجوة او الملبن حسب ما انت حابة، بس هو الطبيعي ان هي تتعمل بالعجوة. وهبدأ ان انا هقفل وابرم، وهفرد حاجة بسيطة بس. كعب الغزال بقى مش بنضغط عليه، بنقطعه على طول وبنقطعه بالسكينة كده. الحجم مناسب جدا ما شاء الله. نبدأ بقى نقول بسم الله ونقطعه. بيتقطع بورب كده، بتميلي السكينة شوية وانتي بتقطعيه. بيبقى شكله جميل جدا جدا بعد السوا، بجد بيبقى رهيب صغنن كده وحلو جدا. جربوا المنين بالطريقة دي، هيطلع معاكم بيرفكت وهيبقى حلو جدا وهيعجبكم قوي، وهتعتمدوا الوصفة دي. وطبعا لو جربتوا ما تنسوش تقولوا لي آراءكم في الكومنتات. شايفين شكله جميل ازاي وكمية العجوة حلوة جدا. يدخل بقى الفرن يستوي على درجة حرارة 180، مشغلة من تحت بس لحد ما يستوي معانا. نشغل الشواية ياخد لون ويطلع معانا بالجمال ده، اللهم بارك. شايفين السوا بتاعه حلو ازاي ما شاء الله. طبعا مش بندهن الصواني اي حاجة خالص. نخلص بقى باقي الكمية ونشوف ما شاء الله ال2 كيلو ادونا قد ايه. بسم الله ما شاء الله، الكمية حلوة جدا. شايفين الجمال بقى، شايفين كمية الحشو قد ايه، اللهم بارك. وطبعا الحشو حسب رغبتك. شايفين بيتكسر معانا بكل سهولة، دايب جدا ما شاء الله. يبقى الملبن رهيب رهيب بجد. ما تنسوش تجربوا الطريقة دي وتقولي لي طبعا آراءكم في الكومنتات. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة.
وقولولي في الكومنتات محتاجين وصفات ايه تاني بالطريقة الفلاحي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.